أهو ده الكلام، جنب منها بقى مخلل وعيش بلدي وبألف هنا يا ولاد. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقولوا لي إيه رأيكم في الجمال اللي انتوا شايفينه ده. أحلى عجة هتعمليها معايا بإذن الله بمقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت بإذن الله، وهقولك طريقة التسوية وإن شاء الله هتنول إعجاب الحلوين. أحلى عجة يا إخواتي دي ولا إيه؟ جنب منها بقى المخلل والعيش البلدي زي ما اتفقنا وعود جرجير وبألف هنا. تعالوا بقى نشوف المقادير. فلفل ألوان، بصل أبيض مفروم، معايا هنا طماطم شايلة البذر ومقشراها كمان ومقطعاها مكعبات صغيرة. هنا ده اختياري مش أساسي فيها. معايا جزراية وبطاطسايه وكوسه مبشورين، ومعايا بقدونس وكزبره وشبت. مش باخد العيدان ومش بتحطي خضره كتير علشان ما يبقاش لونها غامق معاكم. هقول لكم ان شاء الله كل التفاصيل البسيطه دي علشان تعملي احلى عجه باذن الله معايا. طبعا البصله بنزل بيها بصل مفروم ابيض برضو، وببدا علشان تطعمي البصل كده وتاخدي طعم حلو للعجه وريحتها. حطي البهارات مع البصل تتحمص كده زي ثانيتين ثلاثه مش اكتر من كده. زي ما احنا عارفين لو طولت التحميصه بتمرر معاكي البهارات. نزلت بميكس ما بين الكمون والكزبره والفلفل الاسود، ونزلت بشويه كده من البابريكا وهظبط الملح. انا هنا مش بحمر البصله، انا بديها لون ذهبي فاتح مع تحميصه البهارات بتنقلها معاكي في حته تانية خالص زي ما انتم شايفين معايا. بعد كده هنزل بالفلفل اللي مقطعاه مكعبات صغيره، كل حاجه بقطعها مكعبات صغيره خالص علشان تستوي معاكي، بتبقي تاكلي العجه كده وهي مستويه ودايبه والخضار دايب فيها دوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى هنزل بالكوسه والجزر والبطاطس. قلت لكم يا حلوين ده اختياري براحتكم، هي بتزود القيمه الغذائيه وكل خضار مفيد، وخصوصا كمان لو كنت عامله رجيم. هي مش بتبقى اساسيه في العجه بس بتبقى حلوه قوي. هنزل بالطماطم المقطعاه مكعبات طماطمتين، هرسه الشطه هنا برده اختياري لو حباها سبايسي معاكي. ههدي النار بقى واسيب الخضار ينزل السوائل اللي فيه ويستوي معايا. هنا معايا 6 وحدات من البيض، هنزل عليهم برشه فلفل اسود علشان الزفاره وكده ومعلقه من الخل. تقدري تربيهم بالمضرب اليدوي او في الخلاط، هو يفضل في الخلاط علشان الصفار والبياض كده يختلطوا ببعض كويس. انا بعد ما ربيتهم كده بايديا خدتهم في الخلاط وعملتهم. هنزل بنص كوبايه من الحليب، ما يعادل 100 مللي من الحليب. وتقدري تستخدمي ميه بس الحليب بيخليها طريه معاكي وحلوه كده مش ناشفه، او تعملي ميكس ما بين الاثنين. انا في هنا غلطه غلطتها، نزلت بالخضره الاول قبل ما انزل بالدقيق، بس عادي مفيش مشاكل، بس يفضل ان انت تنزلي بالدقيق الاول. هستخدم 5 معالق دقيق منخولين علشان ما يبقاش الدقيق يعني بيتكتل فيها وكده. وبرده هتربيهم كل معلقه هنزل بيها هبدا في اتجاه واحد واربها زي الكيك كده بالظبط. هي مش بتبقى سمك الكيك بالظبط يا بنات، بتبقى خفيفه شويه عن الكيك. تقدري تعمليها ب4 وحدات من البيض، لكن اقل من 4 متهيألي لو هتعملي بقى صينيه صغيره خالص. انت هتشوفوا القالب اللي انا هستخدمه معاكم دلوقتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا هرب 5 معالق دقيق، كل معلقه بنزل بيها زي ما انتم شايفين بربها في اتجاه واحد علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. بتبقى حلوه قوي وفيها الخضار وفيها الحليب وفيها البروتين البيض وفيها الكالسيوم، يعني مفيده قوي ومغذيه للاولاد. تقدري تعمليها وما شاء الله مش بتاخد معاكي تجهيز وقت كتير ولا حاجه، وبتكون جاهزه معاكي. تقدري تعمليها غدا كده على السريع، حلو قوي ومفيد جدا. هنا الخضار لازم يكون برد معايا تماما بعد ما استوى معايا على نار هاديه وغطيته علشان البخار برضو يساعد في التسويه. هنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر بيساعدك ان هي تبقى هشه معاكي مش مكتومه. وبعد كده الخضار هبدا انزل بيه مع التقليب برضو المستمر، وهظبط الملح برضو. دوقي كده وشوفي محتاج ملح معاكي او لا. انا طبعا حطيت ملح على الخضار وبعد كده حطيت ملح تاني علشان الدقيق اللي انا نزلت بيه على البيض وكده. ما شاء الله شايفين بقى الالوان بتاعتها تفتح النفس. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد يا حلوين. القالب او الصينيه اللي هتحطيه فيها ادهنيها بفرشه من الزيت علشان ما تلزقش معاكي. تكوني مسخنه فرنك قبلها ب10 دقائق، درجه الحراره بتكون 200، الرف الاوسط هتاخد معاكي بالظبط ربع ساعه. وتقدري تولعي الشوايه برده فوق وتحت مع بعضه، او لو الفرن مش بيولع مع الشوايه بعد ما تفصلي من تحت هتولعي لها الشوايه بتاخد لون معاكي بسرعه قوي. خلي بالك ما شاء الله. بدايه بقى قدميها بالف هنا على قلوب الحلوين. اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي يا حلوين تسعدني متابعتكم اكيد، واضغطوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله معاكم باذن الله. زي ما شفتوا معايا ماهيش لازقه في الصينيه علشان فرشه الزيت اللي انا دهنتها واخده اللون التحفه اللي انتم شايفينه. تسويتها كانت مظبوطه جدا. طبعا تختلف عن الكيك، الكيك بياخد مده اطول عشان
بيبقى فيه نسبة دقيق أكتر، ده تختلف تماما في التسوية. ويا رب تنولوا الإعجاب الحلوين، وأشوفكم يا رب على خير.